السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اجيتكم بترند شوكولا دبي. أول مرة طبعا أني أسوي ترند. شفتوا أول شي خليت قطع الكاكاو على حمام ماي. هنا أني استعملت الشعرية الباكستانية، فدا أحمسها بقطعة من الزبد. طبعا اللي كان متوفر عندي استعملته. هنا نخليه كلش على نار هادئة الكاكاو كلش، وما نخليه لامس الماي. نظل نحمس بالشعرية إلى يعني شلون يصير بيها ريحة حلوة، تطلع ريحتها تكون ريحتها حلوة. هنا أنا راح أضيف لها أيضا عندي تقريبا نص باكيت من القشطة. أنا يعني قلت لكم استعملت اللي موجود عندي، هي يستعملون إياها زبدة البوستاشيو اللي هي زبدة الفستق الحلبي. وأيضا راح أضيف لها تقريبا ملعقتين من الحليب المكثف المحلى، لأن هي إحنا راح نغلفها بالكاكاو فتصير كلش حلوة. هاي حسب رغبتكم، إذا أنتوا تريدون تحلون أكثر أو أقل. نمزجهم. هنا أنا طفيت النار وأمزجهم كلش زين، وعندي الكاكاو قاعد يذوب على نار هادئة. طبعا نقلب بيه بين فترة وفترة، احنا نقلب بيه حتى لا ياخذ من جوا يصير بيه كعب يصير. كملت هنا. هسه أنا عندي هنا راح أستعمل عندي سفريات، قلت لكم الموجود عندي استعملته، هيك يجي على بالي أسوي هاي. من قد ما شفتح موقع على التواصل الاجتماعي أشوف هذا الترند، المرة أنا جربتها بهاي الشعرية الباكستانية، مرة تلخ إن شاء الله أجربها بالزبدة مال البستاشيو. هسه راح نسويها أنا وياكم. أني أفضل من تسوون هاي الحركة مثلا هسه مثل تشوفون الطبقة الأولى اللي أخليها، تحاولون المي ما تذبوا حتى يظل الكاكاو ذايب، يعني ما ياخذ ما يجمد. خلوه بس مجرد على المي بدون نار، يعني يطفوا المي وخلوه. أنا ما سويتها بس أفضل يعني أحسن حتى تصير أسهل عندكم بالتغليف. هسه شلون بدنا ناخذ الطبقة الأولى نغلفها، ناخذ الجوانب أيضا كل زين. طبعا الكاكاو بسرعة يجمد، طبعا دقائق ماكو، هيك دقيقتين ثلاثة تخلوه بالفريز بسرعة يجمد. أتمنى أعزائي منكم المشاهدين إنه تفعلون زر الاشتراك وتدوسون دائما الإعجاب وتعطوني دائما اللايك للفيديوهات اللي أنزلها لكم حتى تشجعوني. ويا ريت تعطوني مقترحات حتى أطور قناتي. هاي استعملت هذا السفر الثاني عندي، مثلا هاي من نسوي توزيعات شي يظل من عندهم، فحاولت أسوي هيك شي، قلت خاف يعني ما تعجبهم. أنا بصراحة مو من محبين الحلا، يعني مجرد شي أكل شي قليل. بس مجرد إذا أحس نفسي محتاجة حلا عادي آخذ، يعني مرات واحد من يقعد من النوم شوية ياخذ. هسه هاي سوينا هاي. طبعا ذيك دخلتها أنا للثلاجة للفريز، خليتها قلت لكم دقيقتين ثلاثة بسرعة، يعني بسرعة يجمد. هاي الثانية. احنا دائما يعني عادي حتى لو يطلع لي فوق، هاي انتو من يجمد ومن تكملوها هذا كله الزايد كله توخروه تكسروه بديكم. أعزائي متابعين، مثل ما قلت لكم أتمنى تقولوا لي مقترحاتكم حتى أطور قناتي. هسه هاي هنا أنا عندي شوفوها دقيقتين، مجرد دقيقتين يعني بسرعة تسوين أول وحدة تخليها بين ما تسوين الثانية تجمد. هاي هيجي أنا سويت مجرد 3 قطع. هيا هذا السفر الشفاف واثنين من ذاك الأبيض. أعتقد هي ما أعرف بزبدة البستاشيو أطيب، ما أعرف. اللي ماكلها بالزبدة مال البستاشيو واللي مجربها يقول لي يا ريت.
واني مع ذلك ان شاء الله اجربها، بس هاي المتوفر عندي واني ما طالعة والدنيا حارة. استعملت المواد اللي عندي. أنا هنا استعملت الكاكاو. بالنسبة للكاكاو عندي البلجيكي الأشقر، اللوح هذا اللي يصير أبو الكيلو. وشوفوا ذا كان مبين لونه كلش أشقر مو غامق، يمكن بالغامق يصير أطيب. هسه نصبها احنا. نحاول نرتبها زين بالخاشوقة. عادي قلت لكم حتى لو يصير يطلع منا ومنا، وحتى مو يعني لا تسوون الطبقة كلش ثخينة، لأن تصير بصراحة أحسها تصير يعني كلش حلاها، وهاي هي المفروض هي الطبقة خفيفة. فأعتقد هي الطبقة اللي جوا أول طبقة حتصير أثخن من هسه هاي اللي فوق اللي خليتها فوق الحشوة. نساويها كلش زين. عادي حتى لو يطلع منا هذا من مجرد انه هو يجمد، احنا هذا الزايد كله راح نكسره نطلعه بدينه. هاي سويتها كملتها. هاي نخليها بالثلاجة وارجع اسوي الثانية. ايضا هاي ايضا جمدت طلعتها. بين قلت لكم بين ما تسوون اول وحدة تخلوها ثاني وحدة هي بسرعة يجمد. هاي الثانية ايضا. شنو على بالكم مقترح، شنو على بالكم وصفة تحبون انه اسويها؟ يا ريت تكتبولي، يا ريت تدعمون قناتي، يا ريت. والله اني مرة كتبولي بالتعليقات انه اسوي روتين، الروتينات البيتية. بصراحة شفت نفسي ما مستعدة لهذا الشي. هسه ايضا هايدا نخلي الطبقة الثانية اللي هي التغليف مالتها ونساويها. طبعا هاي طبعا كلش سهلة هاي الحلا، يعني مو متعبة أبدا، مو متعبة، يعني ما تاخذ دقايق. يعني كلها بين ما تسوين الشعرية وتذوبين هذا يمكن كلها هي 10 دقايق. هسه هنا عندي خلصت، طلعناها من الفريز بسهولة. عندكم تطلع بسهولة جدا. طلعناها وهسه راح نوخر الزايد من عندها. خليه أرجعه للحافظة، أرجع الزايد بسهولة أيضا يطلع. هذا الكاكاو طبعا اللي وخرته الزايد أيضا من دبا أرجع عادي أستعمله مرة ثانية. أي شي شنو عندك حلا نسوي. هاي أول وحدة عندي، وهسه هاي الثانية أيضا بسهولة قلت لكم تطلع. نوخر الزايد مثل ما تشوفون بسرعة يتكسر ويروح. اللي طبعا اللي يحبون الحلا عادي يعني عادي جربوه، اللي يحبوه ومدمنين حلا وياكلون حلا ويحبون الكاكاو والشوكولا عادي. أنا بالنسبة لي يعني كلت قط هيجي يعني جربت من عندها. أيضا هسه هاي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محتاجين نحن الصلاة على محمد وآل محمد. هاي شوفوها هسه كملناهن. راح أجربها وياكم. تنفتح حلو، من تنفتح طبعا كلش شعور حلو هيجي. هاي راح أعطيها لبنتي الصغيرة تجربها، أعطيت إياها.
أيضا أنا راح أجرب من عندها شوية. نشوفها، طعمها طيب يعني مقبول، وخصوصا القرمشة مال الشعرية الباكستانية بيها. هم يمكن أعتقد يستعملون الكنافة، الكنافة هاي الطرية البيضة. حلوة، تجربة حلوة وسهلة ومو متعبة أيضا. أتمنى تكون عجبتكم، وإذا جربتوها قولوا لي إذا جربتوها بالشعرية الباكستانية والقشطة والحليب المكثف المحلى. دمتم بأمان الله أعزائي المشاهدين.